هي الحرب على الإرهاب، هكذا سمع العالم ويسمع في الشرق الأوسط أو غيرها من بؤر التوتر هنا وهناك. حروب الشرق الأوسط والحملة الكونية ضد الإرهاب كشف الزمن أنها سباق محموم ظاهره مكافحة الإرهاب وباطنه تنافس شرس بين عمالقة صناع السلاح همهم الوحيد إطالة أمد الحرب. وبحسب وكالة رويترز فقد زاد الطلب العالمي بشكل مضطرد على الصواريخ الأمريكية والقنابل الذكية، وتسعى واشنطن وحلفاؤها لضمان توفير إمدادات ثابتة من تلك الأسلحة لحرب يتوقع أن تستمر طويلا ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، فضلا عن الحرب الدائرة في اليمن. وصرح رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأمريكية فرانك كيندل قبل أيام أن هناك طلبا قويا على صواريخ هيلفاير بالتحديد، والتي يتراوح السعر الواحد منها بين 60 و100 ألف دولار. وزادت موافقة أمريكا على مبيعات أسلحتها في الخارج منذ بداية العام 2015 ب36% لتناهز قيمتها إلى غاية سبتمبر 64 مليار فاصل 600 مليون دولار. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن مصنع السلاح اعتمدوا حصص عمل إضافية، بل فتحوا مصانع جديدة لضمان الإمدادات المطلوبة. وكشف مسؤول تنفيذي في شركة لصناعة السلاح بأمريكا أن الكل في المنطقة يتحدث عن تخزين أسلحة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وأنها حرب السنين ضد تنظيم الدولة.